بالنسبه للفيديو ديال اليوم غادي نشارك معكم روتين العنايه بالبشره. بالنسبه لي انا البشره جافه وحساسه. غادي نشارك معكم المكونات اللي كنديرهم. فاول حاجه هنا غادي نحيد لي بوان نوار اللي كاينين في الانف ديالي. غنحتاج هنا الجيلاتين، راه كيتباع هكا مطحون كيف ما كتشوفوا. الا ما كانش هكا مطحون راه كتجيبوا جيلاتين عادي وكتديروا عليه شويه الماء حتى كيذوب. هذا الجيلاتين. غنحتاجو هنا الماء طايب او الماء مغلى غنضيفوه ليه وغنبقاو نخدمو فيه هكا حتى يذوب لينا مزيان. غنبقاو كنخدمو فيه بحال هكا كيف ما كتشوفوا حتى يذوب. بصراحه هاد الوصفات عندي معتمده، خصوصا ان البشره ديالي حساسه وما نقدرش ندير لها بزاف ديال الماسكات، بزاف ديال كيأثروا على البشره ديالي. فهادو بصراحه جربتهم وبقيت ديما كنديرهم. فكاين اللي كيديرهم للوجه ديالو كامل. شوفوا من بعد ما داب لينا هكا غادي نحتاجو المكون الثاني اللي هو نيسكافي او قهوه سريعه الذوبان. انا غادي ندير غير الانف ديالي فقط، لان فات جربت على الوجه كامل. فالصراحه هذه كيحيد حتى داك الشعر الرقيق اللي كيكون في الوجه، ولكن صعيبه بصراحه. درتها مره للوجه ديالي كامل ولكن صعيبه فاش تبغوا تحيدوا، خصوصا بالنسبه للبشره الحساسه او الجافه. فكيكون عندها الاحمرار بصراحه. فاش جربتها اول مره درتو في الوجه ديالي ولا كامل احمر ولا سخون بزاف. شوفوا هذا هو القوام ديالو. ففي بلاصه الماء طايب تقدروا ديروا الحليب تسخنوه وتذوبوا فيه هذا الجيلاتين. غادي نوضع هذا على الانف ديالي وتنحيد لي بوان نوار. عاد نجي غادي نشارك معكم الماسك اللي غادي ندير للوجه ديالي كيف ما كتشوفوا. غنطبق هذا على الانف ونحيدوه، من بعد غادي نرجع معكم. صافي دابا وضعت هاد الخليط اللي وجدت معكم ديال لي بوان نوار وضعته على الانف ديالي. دابا راه مديراه ومخلياه نحيد فيه لي بوان نوار. اللي عنده البشره مختلطه ولا البشره دهنيه، بشره يعني عاديه ما تكونش غير حساسه، لان الحساسه بزاف ديال المواد ما كتوافقش ليهم مع الوجه ديالهم. فانا الصراحه جربت بزاف ديال الوصفات موافقونيش، وعندي بعض الوصفات اللي حاطاهم في القناه ديالي هما اللي كنستعملهم. دابا غادي ندوزو باش نستعملوا الماسك اللي غادي نديرو. نحتاجو واحد مزلافه صغيره هكا. المكون الاساسي غادي نحتاجو هنا الروز مطحون. هاد الوصفه بصراحه جربتها ما دارت ليا والو، وجهي بصراحه زوينه، ما كاين لا احمرار لا والو. هنا ديروا القياس، درت هنا ملعقه صغيره وزدت واحد شويه. المكون الثاني اللي هو حليب مجفف نيدو، كذلك هو غادي نستعمل 2 معالق صغار. صافي فيه غير 3 مكونات فقط. المكون الثالث اللي هو ماء ورد. راكم عارفين فوائد ديال الماء الورد للوجه، كذلك عارفين فوائد ديال الحليب مجفف. فكيخلي ان الوجه ما يكونش جاف. الروز واخا كينشف الوجه ولكن راه زوين ملي كتضيفوا معاه الحليب، ما كيخليوش ان الوجه ديالكم يولي ناشف. غادي نضيف هنا ماء ورد، غادي نحلو لان هنا غير بخاخ. صافي غادي نضيف هنا القياس ونخلط حتى نحصل على الخليط اللي بغيت، القوام اللي بغيت. وغادي نزيد شويه فقط. فهاد الماسك غير جربوه بالنسبه للناس اللي البشره عندهم ديالهم حساسه. انا راه ما كنستعملش بزاف ديال المكونات وما كنستعملش بزاف ديال الماسكات، لانني جربت بزاف ما وافقونيش في وجهي. فاكثريه هادو هما المعتمدين عندي كذلك في القناه تلقاو واحد الفيديو ديال الحليب مع الخيار، فهو زوين بصراحه. كطحنوا تحكوا الخيار ديالكم وكتاخذوا ليه داك الماء وتضيفوا ليه
حليب مجفف حتى هو زوين. دابا هذا غادي نخليه تقريبا واحد 5 دقائق ولا 10 حتى كيولي داك الخليط متجانس، كيولي كريمي. صافي من بعد غادي نطبقو على الوجه ديالي. غادي نسدو هذه خليوه حتى يولي كريمي، حتى نحيد هاد اللي درت على الانف ديالي، الماسك اللي درت على الانف. فكيف ما قلت لكم تقدروا ديروه على الوجه ديالكم، ولكن ما كنصحش به البشره الحساسه، لان كيولي احمر بزاف، كيولي سخون، كتولي واحد الحراره خارجه من الوجه ديالك. المهم هذا هو الماسك اللي وجدت معكم معتمد عندي، ما فيش مكونات كتار صراحه. انا بالنسبه ليا كنفضل ان هاد الماسكات ما يكونش فيهم مكونات بزاف، 2 مكونات 3 حتى 4. فكثره المكونات بزاف حتى هي راه خايبه للوجه. غنخليه هنا جناب حتى نحيد هاد الماسك اللي درت في الانف ديالي. من بعد غادي نغسل الوجه ديالي. غادي ندير هاد الماسك اللي وجدت، غادي نخليه على الوجه ديالي. تقدروا تخليوه واحد شويه وديروه تقوماج ينشف واحد شويه وتقوميه، ولكن غير بشويه، لان الروز ما كيكونش مطحون بزاف، كيكونوا فيه دوك الحبيبات ويقدروا ياثروا لكم على الوجه ديالكم. صافي انا غادي نديرو على وجهي، وغاديش ندير الكوماج لان البشره ديالي حساسه، ما نقدرش انني نزيد ناثر عليها بزاف. غادي نخليه حتى يجف الوجه ديالي، وغادي نغسل الوجه ديالي. ومن بعد كنرطب به هذا الكريم هذا. غنشارك معكم بصراحه، ماشي انني غندير ليه اشهار، وانما هذا الكريم استعملته زوين بصراحه. فكيستعمل البادي الجسم، وكيستعمل حتى الوجه حتى هو. هو راه فيه كميه تبارك الله، راه شحال عندي دابا، تقريبا عندي شهر ونص تقريبا، مازال ما خواش. كنستعملو هذا من وراء ملي كندير الماسك من وراه كنستعملها. نشارك معكم بعدا. هذا هو الاول، شوفوا هنا ماشي الايس كريم هذا، غير درتو في هذه البواطه. هادو في الصراحه البنات واعرين غير جربوهم. شوفوا انا راه ما لقيتش هذا مكعبات اللي نديرهم صغار، درتهم في واحد المول ديال السيليكون على شكل قلب هكا. هذا البنات راه خطير للوجه، كيحارب التجاعيد. فهذا البنات المكونات 2 مكونات فقط. هنا درت 3 المعالق ديال الروز، ودرت معاهم الماء، خليتهم غلاو شويه وحطيتهم جانب. كذلك شديت حبوب الكتان او زريعه الكتان، كذلك حتى هي 3 ديال المعالق، درتهم تما مع الماء ودرتهم كيغلاو. خليت المكونات كاملين حتى بردوا، صفيتهم وخلطت هذاك الماء ديال الروز مع الماء ديال زريعه الكتان او حبوب الكتان. الا بغيتوني نشارك معكم شي فيديو فيه هذه الطريقه كيفاش درتها، غادي نشاركها معكم ان شاء الله. زوين. من بعد كتصفيو هذاك الخليط، خليوه حتى يبرد، كديروه في شي مكعبات هكا حتى كيوليو مجموعين بحال هكا يتكونجلاو. من بعد كتحيدوهم وكديروهم في شي بواطه كتبقاو تستعملوها ديما، كتبقى في الكونجيلاتور. انا درتها في هذه البواطه عادي. زوين بصراحه. من بعد هذا امتى كنستعملو؟ انا كنستعملو ملي كنكون دايره الماسكات على الوجه، كنديرو من ورا الماسك. مثلا انا ملي غادي نغسل هذا نحيدو، غادي ندير هذا المكون هذا، 2 مكونات الصراحه. فهادو زوين كيف ما كتعرفوا على الروز، فوائد الروز، فوائد بذور الكتان. فوائد بذور الكتان فكتنتج ديك الماده ديال الكولاجين في الوجه. زوين في الصراحه. كديروه على الوجه ديالكم كامل، كتخليوه حتى كيجف، راه كيجبد الوجه، عرفتوا كيولي الوجه ديالكم مجبد. زوين في الصراحه. تبعته تقريبا دابا نقول لكم شي 3 اسابيع وانا كديرو. بصراحه زوين بالنسبه للبشره الحساسه، جربته ما دار ليا والو. زوين في الصراحه. فهذه راه كنت استعملت منها ورجعت رديتها، لانني درت انا مكعبات، درت هاد المكعبات كبار ما درتهمش صغار. فيمكن لكم ديروا مكعبات غير صغيورين تستعملوهم. صافي هذا هو اللي كندير من وراء هذا الماسك. غادي ندير هاد المكعبات ديال الروز وبذور الكتان. من بعد كنغسل الوجه ديالي، كندير الكريم. هذا هو الكريم الاخير اللي كندير. هذا كنديرو فما كنغسل وجهي بالجل، تنديرو
كنديرو في الليل، كنديرو تحت من الايكرون. لكم دايره في الدار فاش كنبغي نخرج كنديرو تحت من الايكرون. فصافي كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. نتمنى ان هذا الفيديو يعجبكم، ونقول لكم مع السلامه. ولا بغيتوني نشارك معكم وصفات اخرى للبشره الحساسه فخليو لي تعليق، وان شاء الله نكون عند حسن الظن ديالكم. وكنقول لكم مع السلامه، نتلاقاو في فيديو جديد مع وصفه جديده.